المتوسط الصغار باش يكون عندهم امكانيات باش يكبروا حتى هما ويكون واحد التكتل. بالخصوص انا كنتكلم على المقاولات الجهويه والمحليه، وراه كنطلعتوا على هذه القضيه، ولا بد المقاولات اللي بغاو يستافدوا من الدعم باش يحترموا كذلك الاتفاق اللي كان انذاك مع النقابات الصحفيين باش يزيدوا من الصالح ديال الصحفيات والصحفيين، لان كنعتبروا بان هذه مهنه نبيله وهذه شبه خدمه عموميه، ولا بد ان الكل يعني يجتهد في هذا المجال. الحكومه اجتهدت وكبات هذه العمليه، زادت من الدعم الموجه للاعلام او للمقاوله الاعلاميه بالخصوص يعني الاساس ديالو حنايا راه هو للصحافي والصحفيه باش نكونوا واضحين، لان راس المال الاخير ديال المقاوله الاعلاميه راه هو الصحفي. كيفاش كيكتب المقال، كيفاش كيمشي يجيب المعلومه، كيفاش كيناقش هذه القضايا المجتمعيه، كيفاش كيواكب هذه التحولات اللي كيعرفها المغرب واللي كيعرفها العالم. فلهذا هذا المجهود اللي كتقوم به الحكومه المنتظر كذلك باش الكل ينخرط فيه باش نقويو المقاولات الاعلاميه. ولاحظنا مؤخرا يعني في حدث رياضي كبير لاستضافته المملكه المغربيه ان الاعلام عنده واحد الدور مهم جدا، ليس فقط على الصعيد الوطني بل حتى على الصعيد الاقليمي والدولي. ونحن بحاجه مره اخرى لاعلام مغربي له تاثير على الصعيد الاقليمي، له تاثير على الصعيد الدولي، باش الصوت المغربي يتسمع كذلك، خاصه فاش كتكون قضيه تحقق قضيه المصالح ديال الوطن. فهذو هما المعلومات اللي كنت باغي نتقاسم معكم، وبالطبع انا مستعد باش نجاوب مع جميع الاسئله او التساؤلات ديال الاخوات والاخوان حول هاد 4